السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض طريقة عمل كوسة باللحمة بطريقة بسيطة ورائعة وجميلة وسهلة. هنجيب آه، حلة على النار. هنعمل الكوسة آه، مع اللحمة في حلة واحدة. هنعملها ازاي؟ هنجيب حلة على النار فيها بصل، فيها توم، فيها سمنة، زيت. هنضيف الطماطم تتسبك، ونضيف مية عليها، ونضيف لها توابل، بس ما عدا معلقة الملح عشان بتأخر في التسوية بتاعة اللحمة. هنضيف توابل بعد ما جبنا الطماطم وغسلناها عشان الخلاط بعد البصل مع التوم خد اللون الذهبي وتحمر. ضفنا الطماطم اتسبكت، ضفنا عليها كمان توابل عبارة عن معلقة ملح، ونص بعد فلفل اسود، ونص بعد كمون، ونص بعد بابريكا، مع صلصة، رشة جوز الطيب، كمان رشة شطة. وجبنا اللحمة وضفناها في الطماطم، وضفنا كمان معاها كوبايتين مية عشان تسوي اللحمة. وهنغطي اللحمة لحد ما تستوي 3/4 تسوية. وهنجيب الكوسة ونغسلها ونقشرها ونقطعها متوسط، قطع متوسطة. وبعد كده كده ضفنا التوابل اللي قلنا لكم عليها، وضفنا كمان معلقة الصلصة مع الطماطم والتوابل، وضفنا اللحمة استوت 3/4 تسوية. ضفنا بعد كده الكوسة بعد ما قشرناها وغسلناها وقطعناها قطع متوسطة. وبعد كده ضفنا المية كمان ومكعب مرقة. استوت اللحمة مع الكوسة. بدأنا نغرفها في الطبق عشان نطلعها على المائدة. بتكتب حاجة اسمها أم هاجر. اهيت اللحمة استوت وبقت جميلة مع الكوسة، كله في حلة واحدة. اللحمة سويناها الأول مع البصل مع الطماطم مع التوابل 3/4 تسوية. وبعد كده ضفنا ضفنا كوبايتين مية، وضفنا بعد كده الكوسة بقى اهيت. بعد ما غسلنا الكوسة وقشرناها وقطعناها بقت جميلة ازاي، وشكلها جميل ورائع وبسيطة وسهلة كلها في حلة واحدة. بتكتب حاجة اسمها أم هاجر. وهنطلع كده الطبق على المائدة بعد ما غرفناه. بتكتب حاجة اسمها أم هاجر. وأشكركم وأقول لكم مع السلامة.